في مهرجان الشارقة دائما أشوف الشخصيات العمانية من الممثلين والشابات الذين يعملون في هذا المهرجان، وتميز أيضا المرأة الآن العمانية. أنا قاعد أشوف البنات ما شاء الله عليهم الحين متطورين جدا، جميلين على المسرح، فيها رشاقة وفيها الأداء الجميل. خلينا نشوف أدواتها متمكنة منها، قاعدين يطورون نفسهم بشكل جدا سريع. القضايا اللي يتكلمون عنها دوما وأبدا، مخارج الحروف، جهاز النطق، كل شيء فيهم تبارك الرحمن بدأ يتطور ويصير له شكل آخر. المسرحية كانت يعني لها خصوصية، لأن هذا النوع من المسرح محتاج إلى سميعة، ناس تسمع صح. وبالتالي أيضا مثل ما عرفت أن نص الفريق من عمان، وهذا التمازج بين فنانين الإماراتيين والعمانيين أكيد هذا شيء احنا نتبناه. واحنا كنا بلاد واحدة مثل ما نقول دوم، الله لا يغير علينا، وإن شاء الله نشوف مثل هذه التجارب تتكرر إن شاء الله سواء في الإمارات أو في عمان. ممثلة شيماء سعيد من سلطنة عمان، ممثلة لأول مرة في أيام الشارقة في مسرحية في انتظار العائلة. كانت تجربة أولى صراحة وجميلة جدا في أيام الشارقة، والحمد لله كان الجمهور جدا جميل، وسعدنا صراحة بلقائهم، وهم الحمد لله استمتعوا في العرض. وصراحة يعود الفضل للمخرج ولصديقتي نور انها رشحتني هذا العمل، والحمد لله رب العالمين نال من اعجاب الجميع. زياد الحضرمي ممثل من سلطنة عمان. اليوم قدمنا مسرحية في انتظار العائلة. كنت في دور المحامي وبطولة هذا العمل. نتمنى الحمد لله وإن شاء الله أن وصلنا الرسالة اللي بغى يوصلها الكاتب والمخرج في هذا العمل، وقدمنا فرقة تليق بالمهرجان هذا وضخامته، وتليق بالجمهور اللي حضر. اسمي نور هدى الغماري، كنت ممثلة مشاركة في مسرحية في انتظار العائلة في مهرجان أيام الشارقة المسرحي مع مسرح الفجيرة. طبعا تواجدت هنا تقريبا شهرين وشوي عشان البروفات، والحمد لله قدمنا العرض وجدا سعيدة بالتجربة. هذه ثانية تجربة لي في أيام الشارقة المسرحية، وإن شاء الله ما تكون الأخيرة، وإن شاء الله نكون شرفنا جمهورنا في سلطنة عمان. اليوم أنا الحمد لله موجود هنا في أيام الشارقة المسرحية للتكريم أيضا. فوزي بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي للمرة الرابعة على التوالي بنص ذات حلمي أمس. الحمد لله رب العالمين راح يكون حفل الختام يوم الأربعاء بإذن الله إن شاء الله. يعني نتمنى أن نكون نرفع راية الوطن دائما في كل المحافل الدولية والأقليمية إن شاء الله.